في الحقيقة أنا أعتبر الرقية هذه آية من آيات الله. يعني هذا ماي جامد متماسك، تعضه يذوب في حلجك. واللي أعجب من هذا حلوة مثل العسل. واللي أعجب من هذا محمية بقشر من جميع الجوانب ملون. يعني الخالق جل وعلا مو بس يراعي ذوقك بالطعم، يراعي ذوقك بالبصر، ثم يخبرك يا عبدي إذا عجبتك صنعتي هذه ترى مادة الإنتاج موجودة فيها. يبس الحب هذا وبذره، وتذكر يا عبدي أنك لو خذيت غرفة الذرة، وتذكر يا عبدي أنك لو خذيت غرفة التراب اللي طلعت منها هذه الرقية راح تقتلك البكتيريا اللي فيها، لكن أنا حميتك وغذيتك وراعيتك. ألا تعجب يا عبدي من الكافر يأكل رزقي ويعبد سواي؟ سبحان الله. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم نسألك البركة في كل شيء، فإن البركة إذا حلت في الشيء تتحول هذه الحبة الصغيرة إلى شجرة تخرج عشرات من هذا الرقي. ولهذا أنزل الله جراد من ذهب